بكم مشاهدينا وحلقة جديدة من صناعة الأمل. ضيف حلقة اليوم مشاهدينا هو عيسى المغربي، لاعب في الاتحاد المصري لأصحاب الإعاقات الذهنية، وهو من أصحاب الهمم. ابتدى مشواره الرياضي من سنة 2012، وهو متعدد المواهب، عنده مواهب فنية وبيلعب رياضة زي ما قلنا ورياضات متعددة، ألعاب قوة، كرة قدم، دراجات، سباحة. الحقيقة كان في أكتر من مكان قدم له دعم لوجستي، يعني بيلعب هو في نادي اتحاد الشرطة الرياضي ومركز شباب مدينة نصر، وكمان كان عنده تجربة مع فريق طلائع الجيش في إطار يعني فريق دمج، وشارك في معسكرات كتير وكشافة، وتاريخه حافل بالإنجازات الفنية، وطبعا هو بطل رياضي. هنشوف دلوقتي مشاهدينا فاصل قصير عن عيسى المغربي ونرجع علشان نبتدي حلقتنا، والحوار هيكون عبر الهاتف لظروف الجائحة العالمية مع والدة عيسى المغربي السيدة رندا صقر. ورجعنا لكم مشاهدينا، ومعانا على الهاتف السيدة رندا صقر والدة عيسى المغربي. أهلا بيكي. اهلا بحضرتك يا فندم. طبعا عيسى من أصحاب الهمم. احكي لي بقى، يعني مش عايزين نقول إعاقته لأن هو قادر باختلاف، لكن لما عرفتي إن عيسى عنده داون سيندروم كان عمره قد إيه، وعرفتي إزاي وتعاملتي بقى مع الموقف ده إزاي؟ انا اول ما عرفت وانا خارجه بعيسى من المستشفى بعد ولادتي ب4 ايام. بس عرفوا بدري قوي كده؟ وانا خارجه من المستشفى الدكتور بلغ والده، بس انا ما كنتش اعرف ان انا هعرف اتصرف معاه ازاي ولا هعمل ايه. طبعا مش هضحك على حضرتك، انا اتضايقت جدا وزعلت جدا، بس قعدت بيني وبين نفسي كده، يعني اخدت لي اسبوع او 10 ايام وحاولت ان انا اتماسك علشان خاطر اعرف اشوف انا هعمل معاه ايه. كان ابنك الاول ولا كان الطفل؟ لا، ده التاني. ابنك التاني. عندي 3، واحد في الاول وقبله وواحد بعده. طب اتعاملتي مع الحالة دي ازاي بقى يا مدام رندا؟ والله انا اول ما اتعاملت الحمد لله، يعني ربنا ادلني على مركز كنت بروح وبتعامل معاه، وهم بصراحه يعني ادوني اهتمام كبير جدا وعرفوني ازاي انا اعرف اتعامل مع ابني. ورحت برضو المركز القومي للبحوث، وبرضو بس كنت بروح وبشوف حالات تانية كتيرة، فكنت بقلق يا ربي هو هيطلع انهي حالة، زي ده ولا زي ده ولا زي ده. زعلت لحد ما تمسكت وعرفت ان انا اقف كده واصمد، وبدأت بقى اشتغل معاه مع الجلسات، واشتغل معاه تخاطب، واشتغل معاه مع دكتورة وراثة، والحمد لله ربنا قدرني ووديته برضو مركز ووديته نادي. وزي ما حضرتك شايفه الحمد لله هو حالته كويسه جدا يعني، وانا الحمد لله مبسوطه بيه. وبقى طالب في الثانويه العامه دلوقتي؟ وبقى طالب في الثانويه العامه دلوقتي. متفوق دراسيا؟ حاسه ان هو قطع شوط مهم في الدراسه؟ نص ونص. مش هضحك بس على معقول حضرتك. يعني بيعرف يقرا ويكتب، بيعرف يتعامل، وصل للثانويه العامه؟ بيعرف يتعامل كويس جدا. انا نزلت عيسى حضانه دمج من سن 3 شهور. ممتاز. عشان اعوده ان هو يعرف يتعامل مع الناس النورمال، عشان ما ياخدش يعني صفات من الناس اللي اقل منه. حبيت ان هو ياخد صفات من الناس اللي احسن منه. تمام. والحمد لله ربنا قدرني ووديته الحضانه، وكان بيتعامل كويس جدا وكان محبوب جدا لحد ما دخلته مدارس كي جي 1 كي جي 2 طلع ابتدائي، برضو كان هناك محبوب وكان بيعرف يتعامل مع الناس، ما كانش عنيف.
وخرج من كل مدرسه الحمد لله محبوب جدا يعني. ما وعلاقته بيتعاملش باشقائه؟ بعلاقته باصدقائه كويسين جدا، حتى بيعمل يعني جروبات على على التابلت بتاعه، بياخد نمر ناس كبيره مش صغيرين، يعني نروح مثلا اي مناسبه يتعرف على حد ياخد رقم التليفون يعرف يعمل معاه دويتو بعد كده بقى. طب واخواته بيتعامل مع اخواته ازاي، واخواته بيتعاملوا معاه ازاي يا مدام رندا؟ لا الحمد لله اخواته الحمد لله كويسين جدا معاه، هو يعني بيعمل قوي شويه على اخوه الصغير، لكن الحمد لله عارفين الحمد لله يتعاملوا معاه كويس جدا الحمد لله. ومفيش بطل في بيتك غيره؟ اه يعني هو اه تفوق على اشقائه الاصحاء؟ لان انا اديته اهتمام في الرياضه اكتر من اخواته بصراحه. طب انا اهتميت بيه في الرياضه اكتر من اخواته. بانت مواهبه الفنيه الاول ولا مواهبه الرياضيه؟ لا هو مواهب الرياضيه اللي بنت الاول مش الفنيه بصراحه. ابتدى يعني انا 2012. ابتدى 2012. فين بقى؟ في نادي اتحاد الشرطه؟ في نادي اتحاد الشرطه الرياضي. ممتاز. قدم له دعم اللوجستي اللي انت كنتي بتتمنيه؟ انا بصراحه ما كنتش اتخيل ان انا ممكن اوصل بعيسى للدرجه دي، يعني الحمد لله ربنا كان بيوقف لي الكباتن وبيوقف لي الناس اللي عندهم ضمير وبيعرفوا ازاي يتعاملوا مع الولاد دول. ممتاز. لان طبعا في ناس كتيره جدا كانت يعني شفنا مأساة كبيره في المدارس وكده، لان كان لسه الدمج في اوله، فكانت المدارس بترفضهم. بس هو الواحد قدرنا، يعني ربنا قدرنا والحمد لله حاولنا ان احنا ندخله المدارس دمج بنسبه ال5% اللي كنا بنخشها في الاول خالص، لكن دلوقتي دمج كلي. ممتاز ممتاز. يعني الحمد لله ربنا كان موقف لي كابتن كريم المصري، كان معايا في الاول خالص وهو اللي دعمني وهو اللي خد عيسى، وبعد كده بقى بدأنا بقى نخش بطولات، والحمد لله عيسى حصل على حوالي 25 ميداليه ما بين سباحه ذهب وفضه وبرونز. ذهب وفضه وبرونز في السباحه وفي العاب القوه والجري، واخد مره في الجله على مستوى الجمهوريه برضو. ممتاز. الحمد لله يعني محقق يعني الحمد لله. طب هو بيلعب لعب كتير قوي يا فندم، اكتر يعني، هل بيقدر يوفق ازاي الاول ما بين الرياضات دي كلها؟ والله حضرتك احنا يعني كنا بندخل قبل كده سباحه، بقالنا سنتين بالظبط موقفين السباحه وداخلين العاب قوه، لان هو كان بيشتكي دايما من الاذن بيجي وراها ميه، فكان بيعمل بقى عمليات وكده، فوقفنا السباحه شويه ودخلنا العاب القوه. فالحمد لله هو متفوق جدا في العاب القوه، وجايب مركز اول السنه اللي فاتت، وجايب السنه دي مركز ثاني في 100 متر، وجايب مركز ثاني في 200 متر، والسنه اللي فاتت جايب مركز اول في 100 متر ومركز ثاني في 200 متر. ممتاز. طيب الحمد السباحه لله. فادته في العاب القوى؟ طبعا بتنمي جسمه. بتنمي جسمه. طب وايه حكايته مع ركوب الدراجات؟ الدراجات دي بقى حكاية تانية خالص، هو باباه جاب له دراجة فهو حبها، بيشوف طبعا اخواته فحبها جدا، فحاولنا ان احنا نعلمه، هو مرضيش، هو اخذ الدراجة بتاعته واصر ان هو يعلم نفسه، وتعلمها والحمد بالفعل. لله اتعلم نفسه. علم نفسه كويس جدا، وانا برضو حاولت ان انا ادخله في اي بطولة، بس يعني ما كانش لينا نصيب، لسه البطولات بتاعت الدراجات ما انتشرتش قوي. بس هو دخل ماراثون سباحه اظن. دخل سباحه ماراثون ودراجات. مع كابتن تامر عمارة. دخل ماراثون سباحه ودراجات اظن كان في استاد القاهره. في استاد القاهرة ايوه يا فندم. طب دي كانت تجربه مهمه اكيد بالنسبه له. كانت جميله جدا جدا بصراحه، انا برضو بحاول ان انا اشوف اي كابتن يوصلني ان انا ادخل يعني بطولات في الدراجات. ممتاز ممتاز. طب بحاول كرة بصراحه. القدم بقى، دي طبعا دي الرياضة الشعبية وكل الشباب بيحبوها، وهو بيلعب عيسى كرة قدم. انا كنت بدرب عيسى في طلائع الجيش مع اخوه، كان برضو دمج، ما كانش حاجه خاصه للاحتياجات الخاصه، كان هو واخوه في فريق واحد. وكان بيتدرب في طلائع الجيش، ودخل بطوله في اتحاد الشرطه الرياضي وحصلوا على المركز الثالث. واظن خد شهادات تقدير هو من طلائع الجيش واخدنا ومن شهادات الشرطة. ايوه اخدنا من اتحاد الشرطه واخدنا من طلائع الجيش حضرتك. اكتر رياضة عيسى بيحبها بقى ما بين كل الرياضات دي؟ والله حضرتك بصي، هو عيسى حابب الجري جدا وحابب السباحة، بيمارس السباحة دلوقتي مع المركز اللي هو بيروحه، بس حبه جدا جدا، وهم على طول يشكروا فيه بيقولوا لي هو ممتاز، رغم ان هو برضو بيشتكي من ودنه عشان المية اللي فيها بالزبط. لكن بيحب النزول معاهم. وطبعا الجري احنا بنواظب على التمرين بتاعنا على طول، والحمد لله يعني هو بيحقق بطولات. طب اصعب رياضة كانت بالنسبة له ايه؟
اصعب رياضه كانت بالنسبه له ايه؟ في الاول ممكن تكون السباحه. في الاول كانت ممكن تكون السباحه. وعشان كده حبها، يمكن ده تحدي. إيه لا، الكابتن برضو، كابتن كريم برضو حببها فيه، وكابتن علي عبد العليم برضو. يعني انسان بصراحه، يعني مش قادره اقول لحضرتك قد ايه في قلبه حنيه، وقد ايه بيعامل ولادنا معامله كويسه جدا. تقدري يعني نقدر نقول ان المدرب ليه دور مهم في اه حياة طبعا. اه طبعا البطل؟ طبعا. اه طبعا طبعا، المدرب اللي قادر ان هو يحبب الطفل، وقادر ان هو يكرهه في اللعبه اللي هو بيلعبها، زي المدرس بالظبط حضرتك. زي المدرس بالظبط، ما بيحبب الطفل في ماده او بيكرهه في الماده دي. طيب بيتدرب بقى عيسى كم ساعة في الأسبوع، كم مرة في اليوم؟ احنا بنتدرب العاب القوه 3 مرات في الاسبوع. كتير ما شاء الله. 3 مرات في الاسبوع. طب والسباحة وكرة القدم والدراجات؟ الدرجات دي مع نفسه هو بقى، لو رحنا مثلا بناخد درجه في اي حته بنروح بياخدها معاه، بيلتزم بيها لوحده. بيلتزم بيها لوحده، مفيش اي تدريب، لان احنا تمام. كنا اشتركنا قبل كده، بس للاسف رحنا مرتين ثلاثه في استاد القاهره ووقفت. مم. التدريب وقف. لكن هو مع نفسه بيدرب نفسه بنفسه. طب والسباحة؟ السباحه دلوقتي احنا بنروح مره واحده في الاسبوع. طبعا طبعا. مم. طيب الدراسة بقى، يعني الرياضة معطلة عن الدراسة؟ لا، هو في الدراسه احنا في ثانويه عامه طبعا الحضور ما بيبقاش يوميا زي ما حضرتك عارفه، وطبعا نظرا للظروف اللي احنا فيها فالحضور بيبقى قليل جدا. طبعا. واونلاين يعني الدراسة اظن دلوقتي خلاص بقت يعني عن بعد. اه. اه، اونلاين. ممتاز ممتاز. طيب المواهب الفنية بقى ظهرت عنده اظن من عام 2016. اه. طب احكي هي لنا عنها بقى شوية. المواهب الفنية بصراحة اللي ظهرها مركز أرض الحب. اها. إن هما اللي اكتشفوا في عيسى نقطة الموضع الفني ده. ان هو عنده فبقى بقى مقدرة على الاستعراض والتمثيل، اه. يعني هو ناوي يمثل، يعني عايز يمثل، والله بيحب هو نفسه الاستعراضات يمثل من والتمثيل. زمان. اه، من زمان قوي هو نفسه يمثل، فالحمد لله المركز يعني هو اللي حقق له النقطة دي. ممتاز ممتاز. طيب هو حقق الحقيقة إنجازات كتير جدا وميداليات كثيرة في بطولة الجمهورية. اه حظه الحمد حلو لله. قوي مع بطولة الجمهورية، أظن خد بطولة الجمهورية 3 مرات. اه الحمد لله. طب كلميني عنها بقى، سنوات إيه وكده؟ احنا السنة دي 2019 2020 و2018 2019 ده مهم. كان ألعاب قوة. تمام. وأظن من قبل كده من 2016 كمان كان خد بطولة 2016 دي كانت سباحة. سباحة. خد اه. سباحة في 2016 المركز الثاني في سباحة 200 متر، مش كده؟ ايوه ايوه يا فندم. واظن كمان 2019 سباحة 100 متر خد المركز الاول، خد الميدالية الذهبية. لا، ده 100 متر جري 100 حضرتك. متر جري اه. خد فيها الذهبية. الذهبية ايوه. طيب و100 متر برضو 2020 خد الميدالية الفضية. الفضية ايوه، وخد برضو الفضية في 2020 200 ممتاز متر. ممتاز. قد ايه بقى لما بياخد يعني ميدالية، ده بيفرق في معنوياته وفي معنوياتك انت كمان؟ جدا جدا، انا بفرح بفرحه بصراحة. طبعا. بفرح بفرحه. بتحس ان وبزعل انت جدا اللي لو نجحت. طلعنا من بطولة من غير ميدالية، عشان هو بيزعل. مم. بس هو كبرنا، كان الاول وهو صغير بيزعل، لما كبرنا بقى بدأ يفهم شوية. بس لما بياخد الميدالية بيجي يعني يحضني ويقول لي انا مبسوط، انت مبسوطة؟ مم. فاقول له انا مبسوطة بيك. يا حبيبي. بيبقى مبسوط جدا جدا فوق ما حضرتك تتخيلي يعني. بيبقى راجع طبعا، بيبقى حاسس ان هو حقق حاجة كبيرة. فطبعا بعمل له مكافأة على طول، اول ما يجيب الميدالية اقول له انت ليك مكافأة عندي. ايه بقى المكافأة؟ والله اللي هو بيطلبه يعني، والله طلب اي طلب بابا يجيبه له، اعمل له تورتايه، احتفل بيه كده، حاجه بسيطه اللي هو عايزه وهديتك بجيبه له. انت الميداليه، اظن لما بياخد ميداليه بيهديها لك انت بقى. اه طبعا، هو بيجي بيرمي حضنه في حضني، فدي كفايه عليا قوي الصراحه. طبعا طبعا، ربنا يخليكم لان انا لبعض. اللي ببقى واقفه وانا اللي بشجعه، فهو بيبقى حاسس قد ايه انا معاه يعني. طبعا. حسيتي بطفره ما منذ ان اعلن سياده الرئيس عام 2018 الانطلاقه لمتحدي الاعاقه؟ جدا جدا جدا، كنت مبسوطه جدا جدا. مش قادره اقول لحضرتك قد ايه، رغم ان ابني يعني كبر. هو طبعا اللي هيستمتعوا اكتر الولاد اللي لسه صغيرين واللي لسه هيطلعوا. بس انا كنت مبسوطه ان الحمد لله ربنا حقق لنا حلمنا، وان ربنا الحمد لله وقف جنبنا سياده الرئيس بنفسه، مش اي حد يعني. طبعا. يعني انا طب امنيه حسيتي عيسى بطفره، عندي. يعني غير ان انت بقيتي مبسوطه، حسيتي بطفره خصوصا ان طلع كمان قانون الاعاقه وبقى فيه جدا يعني؟ جدا جدا والله حضرتك.
يعني حتى اما الناس تتكلم ويقولوا يعني دلوقتي الاعاقه بقى عارفه حضرتك يعني كلمه سوري يعني في الكلمه التخلف، لا يا جماعه دي اسمها احتياجات خاصه صحيح. او همم، ذوي الهمم، لا ذوي ليهم الهمم. لفظ تاني بيتقال، يعني بلاش نسبه احتياجات خاصه، لا بلاش تخلف عقلي، احنا خلاص يعني عدينا المرحله دي من زمان. طبعا. طبعا. لان الكلمه احنا بنحس انها بتنزل علينا يعني صعبه شويه. طبعا. طيب لسه فالحمد بتحسي ان في لله. تنمر في المجتمع ولا برضو الوعي ازداد؟ لا لا الوعي زاد جدا جدا. طب هو الحمد ممكن لله. يبقى في اطفال بيبصوا لعيسى مثلا وهو راكب جنبي عايزين يقولوا ايه ده غريب، بس هم لسه مش فاهمين إيه الموضوع، بس الحمد لله التنمر ما بقاش موجود خالص دلوقتي الحمد لله، يعني احنا في والقوانين مرحله. بقت صارمة جدا لمعاقبة الحمد اي لله. متنمر. لا وهم الحمد لله برضو من ساعة الحفلات اللي كانت بيحضرها السيد الرئيس 24/12، هي للأسف ما اتعملتش السنة دي. اه دي طبعا. برضو خلت العالم كله عرف يعني ايه احتياجات خاصة، وعرف صحيح. يعني ايه ذوي الهمم، وخدوا فكرة جامدة عننا، وعشان كده برضو ما بقاش فيه تنمر الحمد لله، والولاد طبعا عايشين. حفلات قادرون باختلاف واحد واثنين. طب هل اه شارك فيها عيسى؟ لا احنا حضرناها لكن ما شاركش، ما انا بقول لحضرتك عشان المشوار بعيد صعب عليا قوي الاشتراك بصراحة. بس هو حضرتوها يعني حضرتوا اه حضرتها الاحتفالية؟ السنة اللي فاتت واللي قبلها. ممتاز، واحد واثنين. حضرتها. وان شاء الله اه يكون في ثلاثة واربعة، يا لكن رب. بسبب ظروف الجائحة العالمية بطبيعة احنا الحال. كنا هنشارك السنه دي في الدراجات، بس للاسف اسم عيسى اتكتب، بس للاسف بس انتوا اتاجلت شاركتوا بقى ولا مؤخرا اتلغت. 2020 في استاد اه القاهرة اظن. بس كنا هنشارك برضو في قدرون باختلاف يوم 24/12، طبعا. 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 بس المدرب قال لنا لا للاسف اتلغت. اه طبعا. طبعا عشان ظروف الجائحة عشان العالمية البلد بطبيعة الحال. بطبيعة هو الحال. أمنية عيسى بصراحة إن هو يعني قابل السيد الرئيس ويسلم عليه، وأنا يعني بصراحة إن شاء الله هحققها له قريب إن شاء الله. بإذن أنا الله. بإذن الله بإذن الله تمر إن بس شاء الله. الأيام الصعبة دي على خير إن شاء يا الله. رب يا رب على الجميع إن إن شاء شاء الله الله يا إن شاء حبيبتي إن الله شاء الله. إن طيب يا شاء فندم، الله. إمتى حسيتي بقى إن أنت أم البطل؟ في أنهي مرحلة حسيتي إنه عيسى نجح وبقى بطل بالفعل، وحسيتي خلاص إن هو يعني حط رجله على الطريق الصحيح؟ والله أنا مش هضحك على حضرتك، هو كل مرة أنا بياخد الميدالية بحس إن أنا حققت حاجة كبيرة. تمام ممتاز. أو من اول ما هو بدأ ياخد بطولات ويخش في المجال ده بقيت احفزه اكتر، وبقيت انا بتحفز اكتر. يعني من يعني ما أول ميدالية فوتش خلاص بطولة. حسيتي إنه عيسى اه بقى على الطريق الصحيح؟ من اول ما خد اول بطولة خلاص ودلوقتي ما ما شاء الله بقيتش اقدر. 15 ميدالية. لا 25 ميدالية. 25 ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله. انا بشكرك شكرا جزيلا وانا مبسوطه كمان ان انت وديتيه فريق الكشافه، لان اكيد فريق الكشافه فرق معاه، اكيد لما دخل معسكرات خارج القاهره فرق معاه، اثقل في شخصيته. الحمد لله كان بيسافر معسكرات مع الكابتن كريم المصري، مهم. وبيسافر برضو معسكرات مع مركز ارض الحب، انا بوديه مركز ارض الحب دلوقتي، برضو بيدربوه على حاجات حلوه قوي، وهم اللي بيعلموه كشافه، بيجيبوا لهم فريق كشافه في المركز، وهم اللي بيعلموه برضو، بيحاول ان هو يزاول الحياه بطبيعه الحياه، يعني بيعلموه مثلا ازاي يصور ورق على مكنه تصوير، بيعلموه القعاد على الكمبيوتر، بيعلموه كل قطعه في الكمبيوتر، بيعلموه حاجات حلوه بصراحه، انا بعتز بان هو يروح هناك ويمارس كل حاجه هم بيديها له. ممتاز. انا الحمد بشكرك لله. جزيل الشكر استاذه رندا، ويا رب بالتوفيق يا رب لعيسى، ويدخل الجامعه ويبقى بطل رياضي ويكون فنان كمان، عشان عنده مواهب استعراضيه وفنيه جميله، وهو وسيم كمان جدا، وربنا يوفقه يا رب ويوفق كل يعني ولادنا من اصحاب الهمم. يا رب ان شاء الله ان شاء الله. وانا انا متشكره بشكرك. لحضرتك جدا، وانا بدعي لكل ام بصراحه عندها طفل احتياجات خاصه ربنا يقويها عليه، لان هم بيبقوا محتاجين بصراحه يعني صحه جامده ومجهود كبير. طبعا. طبعا وبقول انا لكل بشكرك. ام يعني ما تزعلش، دي نعمه من عند ربنا. طبعا انا هم بشكرك. بيبقوا عناديين شويه وصعبين شويه، بس والله طبعا نعمه من عند ربنا. اكيد. كفايه ان هم كفايه حنيتهم، كفايه حبهم لينا، والاعاقه كفايه يعني. طاقه اظن، يعني تحولت لطاقه خلاص بقت لا تعيق. الحمد لله وربنا يعني وبدل ما الحمد الناس لله. بتعتبرها نقمه، المفروض فعلا نعتبرها نعمه. هو الواحد بس في الاول بيبقى كده مخضوض من طبعا. الموقف وكده، بس طبعا. الحمد لله الواحد بيتعود، وربنا يعني بيختار الناس اللي بيديهم الاولاد دي بصراحه. طبعا. طبعا الحمد الحمد لله. لله الحمد لله. الحمد لله ربنا. شكرا يا ام البطل على كل جهدك وتعبك، ما راحش هدر، وفي 25 ميداليه ليكي قبل ما تكون ليه، وربنا يخليكم لبعض يا رب.
انا متشكره جدا لحضرتك، متشكره جدا احنا اللي جدا بنشكر جدا. حضرتك جزيل الشكر على انك يعني في بيتكم بطل جميل، بطل رياضي وشاب موهوب فنيا، ما هواش على المجتمع، بالعكس هو قادر ولكن باختلاف، واصبح من اصحاب الهمم. انا بشكركم مشاهدينا، واستنونا دايما على شاشة الفضائية المصرية وصناعة الامل.